عن كلمات تليق بك، فوجدت أن حبك لا تقدره عباراتي. الرقم 10 أيام أذاق الخصوم الخيبة والحسرة، إنه عماد متعب يا سادة، النجم الكبير أبو تمارة. وفي عيد ميلاده 41 لو اتكلمت عن أبرز المهاجمين اللي كانوا موجودين في تاريخ مصر والنادي الأهلي لازم تذكر اسم عماد متعب. عماد متعب هو نسخة فريدة ومميزة من المهاجمين، مجاز زيها ملك البلاس 90 اللي دايما كانت أهدافه مؤثرة سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي. عماد متعب اللي بدأ مشواره مع منتخب مصر في أفريقيا للشباب 2003 بقيادة المعلم حسن شحاتة، وهو بالنسبة له كان الأب الروحي واللي اكتشف عماد متعب مع المنتخب، قدر معاهم يوصل للبطولة دي وكمان يروحوا مونديال الشباب. من بعدها طبعا صنع مع منتخب مصر تاريخ كبير وحاز العديد من البطولات، 3 بطولات قارية 2006 و2008 و2010. مين يقدر ينسى الجيل التاريخي لمنتخب مصر؟ أما قصته مع النادي الأهلي فمليئة بالنجاح والبطولات، توج فيهم ب15 بطولة قارية ومحلية. عماد متعب اللي انضم للنادي الأهلي وهو عنده 13 سنة، وتم تصعيده في أول مباراة تحت قيادة مانويل جوزيه في بلدية المحلة، ولكن للأسف حصلت لعماد متعب إصابة منعته من استكمال الموسم، ولكنه رجع بعد كده في موسم 2004 و2005 عشان يحقق مع الأهلي بطولة الدوري ويكون هداف الدوري وأصغر هداف للدوري العام حتى الآن. الحقيقة اللي ما اتفرجش على نسخة مهاجم عماد متعب فايته كتير قوي. أنا كنت واحدة من الناس اللي شاهدت تألق عماد متعب على مدار السنين، وزي ما اتكلم عنه كابتن حسن شحاتة وقال انه مهاجم ملوش اخ، وكابتن فاروق جعفر قال ان كل المهاجمين بيكون فيهم ميزة واحدة لكن هو فيه مميزات كتير. متعب ده حاجة يتوقف التاريخ امام فاكهة الكورة بجد. لا يعني في مثلا كده كل كام جيل يجي لك لعيب بمواصفات معينة كهداف وكلاعب فيرود استثنائي، فيرود استثنائي، فيرود استثنائي الاستثنائي. وما زال يستطيع لبعض ملوش اخ عشان تبقى في الصوره يعني فعلا طبعا. انت شفت الجون اللي جابه في المغرب الفاسي ده؟ هو ده عماد متعب. لا يملك ولا مصر تملك مهاجم زي عماد متعب. ليه؟ عماد متعب عنده 4-5 ميزات، المفروض كل ميزه تبقى في مهاجم. تمام. يعني في مهاجم بيلعب بدماغه كويس فنقول ده ميزته انه بيلعب بدماغه كويس. مهاجم بيلعب الكره من 1 تاتش في ال 18 فنقول عليه ده بيلعب، ده عنده ميزه بيلعب كره من 1 تاتش من لمسه واحده. تمام. مهاجم بيلعب على خطأ المدافع. ومين ينسى لعماد موقفه مع حسام غالي صديق الرحلة والكفاح، لما حسام غالي اتسحبت منه إشارة ورفض عماد متعب ان هو يستلم الكاس، وشد حسام غالي وصمم ان هو اللي يستلم ويرفع الكاس لانه كان حاسس ان هو الكابتن وهو اللي كان هيستاهل. ويمكن حسام غالي حب يرد الجميل لعماد متعب في هدف هو الأروع لما اتلعب من مؤمن زكريا اللي رفض يسجله، واداها لحسام غالي اللي رفض يسجله، واداها لعماد متعب صديق الرحلة. وده كان بيبين لك قد ايه حب اللاعبين لعماد متعب لما كان بيلعب، ومع كل جون كان بيجيبه عماد متعب كنت بتشوف فرحة هستيرية من اللاعبين اللي بيحتفل معاه وبتحب عماد متعب، اللي كان مصدر كبير جدا لسعادتنا في النادي الأهلي أو في منتخب مصر بأهدافه المميزة وأهدافه في البلاس 90. ان عماد متعب ما بقاش اسطوره من لانه كان مهاجم مميز جدا، اهداف براسه بيسجل سواء على العارضه القريبه سواء على العارضه البعيده، هيدر بمعنى الكلمه، وبيعلمك ازاي ان انت تسجل، ازاي يسبق المدافع، ازاي يقدر ياخد خطوه او خطوتين عشان يبقى هو في المكان المظبوط. كمان عماد متعب كان بيسدد الركلات الثابته بشكل مميز جدا، يمكن معاه كان طبعا جيل ذهبي من ابو تريكه وده اللي خلى انه ما يسددش العديد منها، لكن عماد متعب كمان كان مميز جدا فيه وسجل منها اكتر من هدف في بداية مسيرته. مين ينسى بقى جونه في الاتحاد الليبي، الحطة والقطة والنطة، من احلى اهداف عماد متعب. الميزة التانية اللي كانت عند عماد هو انك لو سبت له خرم ابرة واحد هو بيقدر ان هو يسجل فيها.
ما ينفعش ابدا تسيب مساحة وانت بتلاعب عماد متعب، هو فجأة بتلاقيه اتحرك وما تعرفش بيظهر لك منين وبيسجل. حكايات متعب في البلاس 90 ما بتنتهيش، من ينسى هدفه في وفاق سطيف، هدفه في سيو سبورت اللي خلى الاهلي بيتوج بالكونفدرالية، محدش ينسى هدف الجزائر اللي رج مصر كلها. كل